هاي، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وإن شاء الله يومكم أحلى يوم. واليوم أجيتكم بفيديو جديد. فيديو اليوم عبارة عن كيف بنجيب شخصيات مجانية في لعبة أفاتار وورد، وهذه الطريقة والأسئلة اللي بتجيني كتير من المتابعين تبعي. وأول حاجة بدي أشكركم على 2000 مشترك، شكرا كتير 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 كتير، وأنا أحبكم كتير 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 كتير، وأتمنى نوصل 3000 مشترك على أقرب وقت، وأنا بحبكم كتير كتير. ويلا أنا رح أورجيكم هذه الطريقة الوحيدة اللي هي موجودة بعد أفاتار، لغت الطريقة الأولى اللي كنا بنستخدمها كلنا. تمام يا جماعة، يلا خلينا نبلش. ما بدي أطول عليكم، يلا خلينا نبلش يا جماعة. طبعا قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبلش. أول حاجة يا جماعة، شايفين هذا المصعد؟ بنجيب أي بيبي، طبعا مو البيبي هذيك الصغيرة كتير، البيبي الثانية بنحطها في إيدينا ونطلع بيها للمصعد. وهذه الطريقة القديمة اللي كنا بنستعملها، بس لما ننجز شخصية، يعني أنا راح أجرب كل شيء معاكم، بس بدي أحكي لكم أول حاجة. بس لما نجرب الشخصية ونصنعها ما تظهر لناش في التليفون هذا تبعنا اللي فيها الشخصيات. بتقولوا لي رنيم، لو انت استعملتي هذه الطريقة مش هتطلع لك يعني الشخصيات في هذا التليفون مثل ما كانت قبل. انا رح اورجيكم طريقة تانية، واللي هي لما تحطوا في هذا التليفون طبعا مش هتطلع لكم الشخصية عشان افاتار وورد لغت هذه الاشياء حاجة. وانا رح اورجيكم كيف تطلع لكم الشخصية، وكيف بتصوروا فيديو، كتير فيديوهات ومعاه كتير شخصيات، وتقدرون تصنعوا اكثر من 100 شخصية. تابعوا لاخر الفيديو عشان رح اقول كلام مهم جدا ولازم تطبقونه عشان تنجح معاكم الطريقة. بعد ما نجرب هذه الطريقة ونطلع على المصعد ونحط في ايدنا البيبي الصغيرة، بعدين نصنع اي شخصية. طبعا اي شخصية بنعملها ونعمل يعني نعملها سيف. اوكي، بعد ما نصنع الشخصية هي مش هتظهر لنا في التليفون تبعنا، يعني مثل اي شخصية تانية مش هتظهر لنا. انا راح اعطيكم طريقة وحيدة بتقدروا تعملونها وتصنعون كتير شخصيات. طبعا يا جماعة بعد ما صنعتوا الشخصية وكل شيء مش هتظهر لكم في الهاتف كلنا، تروحوا تعملوا هوست، وبعدين ما تعملوا هوست راح تظهر لكم في التليفون، راح تظهر لكم كتير الشخصيات كلها اللي صنعتوها. وانا راح اوريكم كيف. يعني بعد ما تصنعوا الشخصية تروحوا فورا تعملوا هوست. بعد ما تعملوا هوست راح تطلع لكم الشخصية في التليفون وتصوروا الفيديو اللي انتم بدكم اياه. وبعدين طبعا لو تخرجوا من الهوست مش هتطلع لكم في التليفون. لو كل مرة يعني بتيجوا تصوروا تعملوا هوست وتصوروا فيديو اللي بدكم اياه، وبعدين تنزعوا الهوست وترجع الشخصية مكانها، يعني ما تظهر عندكم في اللعبة، يعني ما تظهر عندكم انتم بتلعبوا عادي، تظهر عندكم لو بتعملوا هوست. وانا رح اورجيكم كيف. هذول شخصيات اختي، طبعا انا مو تليفوني اصور بيه عشان تشوفوا شخصيات مختلفة كتير. اوكي، هدول الشخصيات كلهم اللي انا صنعتهم، شايفين؟ هدول عائلة آليا وكل شيء. اي شخصية بصنعها بتجيني في الهوست، وعشان انا بصور بالهوست الان شايفين هيك. طريقة سهلة جدا. طبعا اللي ما فهم انا كمان راح افهمه مرة تانية واعمل الفيديو عشرات الالاف عشان كتير طلبوا مني هذا الفيديو. شايفين؟ هي الطريقة الوحيدة الموجودة الآن على أفاتار وورد، كتير سهلة جدا وبتقدروا تعملونها كلكم يا جماعة. وطبعا هذا هي نهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وباي. أحبكم كتير 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 كتير، يلا باي. طبعا يا جماعة أنا رحيت حاجة الطريقة هذه مرة تانية عشان تفهمونها أكثر. أوكي، أول حاجة يا جماعة عشان أورجيكم، جيبوا البيبي هذه، أنا رح أجيبها الآن بيبي. شايفين البيبي هذه البيبي اللي بتستعملونها، مو البيبي الثانية. اوكي، يعني انا مثلا اخذت آليا وحطيتها في الاسانسير، يعني في المصعد، وطلعت بيها. قبل ما اطلع للمصعد لازم ادخل على المكان اللي
بصنع فيه الشخصيات. بعد ما أدخل على المكان هذاك اللي بصنع فيه الشخصيات، بدي أصنع أي شخصية، أفسخ يعني شخصية آليا وأصنع أي شخصية اللي أنا بدي إياها. بعد ما أصنع الشخصية اللي أنا بدي إياها، أعمل سيف للشخصية، أطلع يعني منها خلاص. وبعدين يا جماعة أطلع هون وعيد أصنع مرة تانية آليا عشان هي رح تفضل في إيدي يعني. أوكي، بعد ما نكمل هذا الإشي طبعا الشخصية مش هتطلع لنا في الهاتف. بتقولوا كيف يا رنيم بدنا نعمل بيها وهي مش هتطلع لنا في الهاتف؟ تروحوا تعملوا هوست وبعدين تدخلوا أي بيت عندكم، طبعا ما تدخلوا أي حدا عندكم، تعملوا هوست وتفضلوا تلعبوا أي وقت أنتم بدوا إياه. طبعا هو الهوست عنده وقت محدد. بس كده يا جماعة، يعني بتدخلوا تعملوا هوست وهم راح يظهر لكم الشخصيات اللي صنعتوهم كلهم في التليفون. وأتمنى تكونوا فهمتوني يا جماعة. بس كده يا جماعة، يلا خليني أقول لكم باي. أنا بحبكم كتير كتير كتير. يلا باي باي يا جماعة، باي. يلا باي.